بعد ما اتاكدنا ان ماتش الاهلي والزمالك مش هيتعاد واجواء اشبه بماتش مصر والسنغال وفرج عامر مأكد لي والجو ده، تعالى بقى افهمك الوضع الحالي واجاوبك على الاسئله المطروحه، ومحتاجك تجاوبني على كام سؤال. يلا بينا. يلا بينا. اولا، ليه الرابطه ما اعلنتش نتيجه الماتش لحد دلوقتي؟ باختصار شديد، حاله زي الحاله اللي حاصله دي انت بتستنى تقرير الحكم وبعدها بيتم اعتماد النتيجه بخساره الاهلي. طب ايه الضرر اللي هيعود على الاهلي؟ عاوز تسمع اللائحه؟ لا فكك من اللائحه عشان اللائحه مش هتطبق. اقول لك على اللي هيحصل للاهلي. بيخسر 3 نقط غير الثلاث نقط بتوع ماتش الزمالك اللي هو خسرهم. يتحمل خسائر الشركه الراعيه والمتحده، وكل التكاليف بتتحمل على النادي الاهلي لحد ما توصل تقريبا ل 50 مليون جنيه. طب الاهلي هيكمل الدوري؟ في المشهد الحالي الاهلي هيقرر يلعب كاس الرابطه بالناشئين، نوعا من الاعتراض على كل الاحداث اللي حصلت. وبالنسبه للدوري، انت بينك وبين الماتش الجاي في الدوري شهر كامل. هيتعمل ترضية للاهلي بانه ما يدفعش فلوس للمتحدة، اعترض بشكل صريح على الجدول والشكل الميسر بالنسبة لبيراميدز. ليه اسئلة كتير قابلها عبث غير معتاد من ادارة النادي الاهلي. نيجي بقى اطرح سؤال، لو ما كملتش في الدوري انت جايب لعيبة تدفع لها ملايين وهتفضلوا تتمرنوا على التتش بس لحد كاس العالم للاندية؟ طب قول لي، هل هيبقى عندك حساسية الماتشات وتكون جاهز لماتشات افريقيا؟ طب لو ما كسبتش دوري ابطال افريقيا هتتأهل ازاي لدوري الابطال بتاع السنة الجاية؟ اسئلة كتير لو قعدت اسأل هقعد اسأل للصبح. ولو انت عندك رأي مغاير اتمنى ما تشتمنيش وناقشني بالعقل وهتقبل كل الاراء.